مساء الخير عليكم، ان شاء الله كم تكونوا بخير ومهنيين في حياتكم. ان شاء الله جبتكم وصفة ناجحة 100%. يعني وصفة الزمان باللمسة عصرية، لمسة شيف هالة، بجميع التدابير اللي تنجح لكم وصفة القريوش. عندنا نبداو بالنواشف. عندنا كيلو فارينة مع مغرف صغيرة لافاني، رشة ملح. درنا 2 باكي تاع خميرة الحلويات، كل كيس فيها 10 غرام تاع خميرة الحلويات، يعني درنا 2 باكي. درنا تانيك الكيلة تاع ليدام، كان زمان يديروا غير السمن، نديرو 250 غرام. اما ديروهم سمن كامل ولا ديروهم مارغرين. انا حبيت ندير الخليط بيناتهم، درت 200 غرام تاع سمن و50 غرام تاع مارغرين، بلا ما ننساو 2 مغارف كبار تاع الخل اللي حيعطينا قرمشه وخفه للعجينه تاعنا. حنزيدو تانيك مع النواشف على راس المغرف نديرو خميرة الخبز اللي حتعطينا تانيك ذوق تاع زمان ويجي خامر. فوالا، هنا في البول اللي درنا فيه ليدام درنا الكيلة هذيك، خلطنا بالماء ومزهر وحبة كاملة تاع البيض. يعني كتدبيرة في الوصفة تاع اليوم انه درنا الماء ومزهر يكونوا دافيين، يعني المبتدئات ولا اللي يحبوا يجربوا الوصفة هذه يجربوها بطريقة هذه. خاطش كان بزاف اللي يديروا ليدام وحبة بيض ويقعدوا يبسوا في اللافارين هذيك، حتخرج لكم حبيبات تاع الفارينة، حبيبات يعني تاع الزبدة ولا تاع البيض ولا، وتبقاو يغربلوا فيه. الوغ بالطريقة هذه حتى العجينة تجيكم رطبة وتجيكم ملسة. تانيك خاصة في فصل الشتاء، يعني كون تستعملوا الماء هذاك الخليط تاع السوائل البارد، حيث تكون لكم كتلة واحدة ويتكور لكم هذاك الليدام. الوغ تبعوا الوصفة بجميع التدابير تاعها. هنا ما نعجنوش العجينة في الأول، برك نلموها كيما راكم تشوفوا، نخلوها ترتاح، نقسموها على 4 كرات كيما راكم تشوفوا. يعني كيلو فارينة درنا 4 كرات كيما راكم تشوفوا. بعد ما ارتاحت حنحلوا العجينة، يعني كل كرة حنحلوها وحدها، يعني بالاستعانة بالمايزينا اللي حتورق لنا العجينة هذه. يعني شوفوا الطريقة واضحة، ما حبيتش نحيلكم المقاطع، لكن سرحت في الفيديو شوية باش ما يكونش مطول. هنا بعد ما حليت العجينة بالاستعانة بالمايزينا، يعني طويت العجينة على 2 باش يعني نعرف المكان تاع الوسط العجين، وطويتها على 4، ونعاود نفس الطريقة، نعاود نحلها ونعاود نطويها على 4، يعني 2 تور دوبلي. فوالا، كيما كنت تشوفوا غلفناها بالبابي سيلوفان، ونعاود نكمل بقية العجينة كيما الطريقة الأولى. يعني هذا الطريقة هذه صدقوني حتجي مرقة فارغة من الداخل وتجي تانيك مقرمشة. يعني صدقوني العجينة بزاف هايلة. ان شاء الله تطبقوا الوصفة وتعجبكم، وتخلوا لنا تعليقاتكم ان شاء الله هكذا باش نزيدوا لكم وصفات اكثر واكثر. يعني هنا شوفوا العجينة كيفاش نحلها مستطيلة الشكل، ندير مايزينا شوية برك ما نكترش باش ما تجيكمش يابسة. هنا طويناها على 4، نحلوا العجينة تاعنا يعني كيما قلت لكم، نحلوها مليح ونزيدوا نديروا شوية تاع مايزينا باش هكا تعطينا هذاك التورق. نطوي على 2 برك باش نعرفوا المكان الوسط، ونزيدوا نطوي على 4. يعني هذه الطوية الدوزيام تاع على 4، يعني دوبل تور 2 فوا. نغلفوها بالبابي سيلوفان، يعني شوفوا التورق تاعو راهو يبان يعني ما شاء الله. مش حنستعملوها في يعني مباشره، حنبيتهم انا في الثلاجه، يعني نحضرهم كامل هذو الكرات هكا نحلهم كيما راكم تشوفوا، حنبيتهم في الثلاجه. لكن عند الاستعمال نجبدهم قبل بالوقت شويه، يعني باش تنطلق العجينه ونقدروا نحلوها. يعني من بعد حنوريكم طريقة الحل العجينة. يعني استعملتها بالطريقة اليدوية ومن بعد حليتها بالماشين. يعني استعملت طريقتين هكذا باش اللي ما عندهاش لاماشين يعني ما تخافش وتقول ما نقدرش ندير القريوش ولا يجيني صايب، ولا ترموا العجينة مليحة تقدروا تحلوها حتى بيديكم بلا لاماشين. يعني كلش دوك يعني في الفيديو ان كلش راهو باين. هنا راني في العجينة الرابعة، هذه الكرة الرابعة كيما قلت لكم طويناهم كملنا غلفناهم خليناهم ارتاحوا في الثلاجة. هذه هي النتيجة، يعني انا خليتهم ارتاحوا يوم كامل في الثلاجة. انتم اذا كنتوا مزروبين ولا ساعة تكفي، يعني يرتاح ساعة برك تقدروا تستعملوهم عادي. هنا حليتها يدويا يعني باليد برك بالحلال. قسمتها يعني كيما كنتم تشوفوا على مستطيلات، يعني كل واحد شحال يحب القياس. انا درت 10 على 12، ولا نتوما تحبوا ديروا 10 على 18 باسكو راكم تشوفوا انا طويتها على 2.
ومن بعد هذيك يعني تقريبا واحد 14 مرة تقسموهم، بعد تضغطوا على زوج وتزيدوا على زوج، يعني العجينة مطوية على 4، ونديروا الطفيرة نفتحوا في الوسط ونقلبوها للداخل حتخرج لنا طريقة تاع الطفيرة. فوالا. الطريقة الثانية نستعملها طريقة آلة التوريق، قسمتها أشرطة، يعني العجينة واحدة قسمتها على 3 أشرطة كما راكم تشوفوا هنا. حليناها بالاستعانة بالمايزينا وشكلنا القريوش تاعنا وقليناه، ويعني بعد ما برد عسلناه بعسل دافي بشوية بلمسة يعني تاع الجلجلان اللي حيعطيها الذوق. يعني صدقوني يجي خفيف وبنين، وان شاء الله تخلينا اراكم في التعليقات. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه. لاكثر وصفات خلونا تعليقات ايجابيه ان شاء الله. مع السلامه.